السلام عليكم أبطال الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده أنا مش جاي أقول لك ذاكر 12 ساعة ولا جاي أقول لك ذاكر 14 ساعة ولا جاي أديك جدول للامتحانات، ولكن في الفيديو ده أنا جاي أقول لك كلمتين وأتكلم معاك كأخ كبير أو كصاحب مر بالتجربة اللي أنت بتمر بيها دلوقتي، حاسس بيكوا يعني. الثانوية العامة أو البعبع، السنة اللي كل الناس حواليك مستنية تحكم عليك من خلالها، أهلك، الجيران، الصحاب، حتى عمك اللي ما بيظهرش غير في الأعياد، يعني هيجي يسألك في آخر السنة عملت إيه، جبت مجموع كام، دخلت كلية إيه، ولكن ده مش موضوعنا. أنا حابب أقول لك كلمتين خليهم حلقة في ودانك، والكلمتين دول حاول تركز عليهم جدا الفترة دي. أنت مش امتحان ولا مجرد مجموع ولا رقم مكتوب في شهادة، أنت بني آدم تعبت وشقيت خلال السنة دي كلها ومحدش حاسس بتعبك ولا شقاك ولا محاولاتك دي غير ربنا، فيكفي إنك أنت بتحاول. أهلك أنا عارف إنهم بيضغطوا عليك، ولكن ده من خوفهم وقلقهم عليك، فاعذرهم معلش. ولكن ده ما يمنعش إنك أنت برضو تفضل تستمر وتحاول، لأن ربنا شايف كل ده وربنا مقدر. ما تيأسش، ما تخليش ضغطهم عليك يأثر عليك ويخليك مش عارف تذاكر ولا عارف تفتح كتاب. الفترة دي والكام يوم دول هيفرقوا معاك جدا جدا في الآخر. تاني حاجة بقى حابب أتكلم معاك فيها بعد الأهل هي الصحاب. في منهم اللي هيقول لك انا مخلص المنهج 3 او 4 مرات، وفي منهم اللي هيقول لك انا بذاكر بال 15 ساعه وفاهم كل حاجه، وفي منهم اللي هيقول لك انا مش فاهم اي حاجه. ما تشغلش نفسك بحد، ده اولا. ما تشغلش نفسك بحد. ممكن تحس انك انت متاخر من كلامهم معاك، وممكن تحس انك انت فاشل او مش بتعمل كل اللي عليك، ولكن دي مش حقيقه. دي مش حقيقه، انت بتعمل كل اللي عليك، وكل واحد عنده ظروفه وكل واحد بيجتهد بطريقته، والمقارنات عمرها ما كانت مقياس للنجاح. اما بقى الناس اللي بتقول لك لو ما جبتش فوق ال 95% او لو ما دخلتش كليه قمه فانت كده خلاص مستقبلك ضاع، فدول ليهم عندي اقتراح صغير. تعالوا نبدل، احنا نروح مكانكم وانتوا تيجوا مكاننا ونشوف انتوا هتعملوا ايه في الثانويه العامه. تمام؟ يعني انا متاكد انكم انتوا هتجيبوا فوق ال 95%، ومتاكد انكم انتوا هتخشوا كليات قمه. فالحياه اكبر من كليه واكبر من مجموع. في ناس دخلت كليات مش حابينها وكرهوا حياتهم، ودول انا منهم بالمناسبه. وفي ناس اصلا ما دخلوش كليات وعملوا البيزنس الخاص بتاعهم ونجحوا نجاح رهيب. فاجتهادك في السنه دي مش لازم تلاقيه في كليه او في مجموع، ممكن تلاقيه في حاجات اكبر من كده وحاجات ربنا شايلها لك بعدين. ممكن تلاقيه في زوجه صالحه ليك او زوج صالح ليكي. فاللي بيفرق فعلا انك انت تجتهد بصدق وتصبر، يعني تصبر لحد الاخر، وربنا عمره ما هيضيع شقاك ولا هيضيع مجهودك وطالما انت بتحاول، حتى لو حسيت انك انت مش قادر قوم وحاول تاني. ما تيأسش حتى لو في الاخر. والله أنا اللي فعلا بيفرق انك انت تكون بتجتهد وبتصدق ربنا في اجتهادك، وربنا عمره ما هيضيع مجهودك ولا شقاك، وانك انت بتحاول حتى لو خطوه صغيره كل يوم. المهم انك انت تفضل تحاول لحد اخر نفس. حتى لو حسيت انك انت مش قادر قوم وحاول تاني. ما تيأسش، بالله عليك ما تيأس. انا في امتحان الكيمياء كان في معادله انا مش مذاكرها لحد ما دخلت الامتحان. جيت قبل الامتحان علمتها بحاجه، يعني علمت المعادله دي بحاجه وعلمت نهايتها بحاجه تانية، ودخلت الامتحان لقيتها هي اول ما دخلت ولقيتها رزعتها على طول. فلحد اخر نفس في فرصه، لحد اخر نفس افضل حاول. يكفي انك انت بس هتيجي في اخر السنه وهتبقى قدام نفسك انك انت فخور بنفسك انك انت حاولت وعملت كل اللي عليك، وده لوحده هيكون الحاجه الوحيده اللي بتصبرك على الدنيا. ده الحاجه اللي هتخليك راضي باللي انت كنت فيه. شد حيلك وحط نيتك وافتكر ان تعبك مش رايح، ربنا والله ما هيضيع تعبك ولا شقاك، وان اللي جاي احسن باذن الله. تمام؟ ففي الاخر الثانويه العامه مجرد مرحله دراسيه هتخلص، وهيجي بعدها مراحل تانية في حياتك كتير وكبيره جدا. فالثانويه العامه مش نهايه العالم وانت اكبر منها وهتقدر. شد حيلك يا بطل، والله المستعان. ربنا يوفقكم وتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه، وتخرجوا من السنة دي كلكم يعني محققين كل اللي بتتمنوه، وداخلين كليات اللي نفسكم فيها، ومفرحين أهلكم يا رب بإذن الله. يعني لو وصلت لحد آخر الفيديو فشكرا، وشكرا على وقتك جدا. آه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. مش هقولهم.